يا مساء الفل. حكايتنا النهاردة تعتبر من أذكى القصص في التراث المصري، وكمان بنتكلم عن الفهلوة المصرية وخفة الدم، وتعلمنا إن أوله شر آخره نار. يعني زي مثلا لما تلاقي نفسك أخدت نقاش أو اتدبست في مشوار وتحاول تخلع من ما أنت فاكر الموضوع سهل وبسيط، بس في الآخر تكتشف إنك اتدبست يا معلم. وهاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف إيه حكاية أو قصة المثل اللي دايما بنقوله لما نلاقي نفسنا اتدبسنا في حاجة ومش عارفين نخلع منها، وعلى طول بنقول هو دخول الحمام زي خروجه. يلا نعرف إيه حكاية الحمام، مين هو صاحب الحمام، وإيه سبب دخوله ببلاش وخروجه فلوس. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. الحكاية ترجع لزمن بعيد شوية. كان في واحد قرر إن هو يفتح مشروع. عمل إيه؟ عمل حمام للرجال. فأخد المكان وشطبه أحسن تشطيب وبخار وتدليك وكل حاجة. يوم الافتتاح كانت لوحة كبيرة جدا، تقريبا أخدت نص الشارع، وكتب عليها دخول الحمام مجانا. طبعا الناس ما صدقتش، إيه ده بجد مجانا؟ كل الناس راحت الحمام، الرجالة والشباب والعواجيز حتى الأطفال دخلوا الحمام. طبعا صاحب المكان واقف على الباب بيستقبلهم بابتسامة عريضة ويقول لهم اتفضلوا اتفضلوا. طبعا الناس اتدلعت آخر دلع، المية السخنة والعيال الصغيرة قعدت تنطط وتلعب، والشباب والعواجيز يا ريت الشباب يقعد يوما، وكله آخر دلع. حد ما يومهم خلص جم بقى ايه عايزين يروحوا، دوروا على هدومهم ما لقوش الهدوم. يا جدعان فين الهدوم؟ هنطلع ازاي كده بالمنظر ده؟ جه صاحب الحمام واقف على الباب وقال لهم هدومكم معايا، واللي عايز يطلع يدفع اليوم بتاع الحمام ويطلع. طبعا دي كانت صدمة للناس، قالوا له ازاي يا جدع؟ انت كنت كاتب يافطة كبيرة في الشارع الدخول مجانا. قال لهم الدخول مجانا بس ما كتبتش الخروج بفلوس. طبعا كل الرجاله اتعصبت وقعدت تزعق وتشتم وتسب وتقول ده نصب ده احتيال، ويزعقوا بصوت عالي قوي لو انت كاتب الدخول مجانا. هو بكل برود وابتسامه عريضه قال اشهر جمله في التاريخ، وهي دخول الحمام مش زي خروجه، دخوله ببلاش بس خروجه بفلوس. طبعا بعد خناق الرجاله دفعت الفلوس واخدت هدومها ودفعت ثمن الخدمه والدلع اللي حصل جوه، وخارجين بقى مش طايقين نفسهم خالص. ومن هنا بدات الجمله تتقال لما اي حد يفتكر نفسه انه يدخل اي موضوع بسهوله وهيسحب نفسه بسهوله. قولوا لي بقى، بعد ما عرفنا قصه صاحب الحمام الناصح، احكوا لي ايه اكتر ورطه ورطتوا فيها او اتدبستوا فيها بسبب كلمه مجانا، أو حاجة افتكرتوها سهلة وطلعت في الآخر صعبة. مستنية تفاعلكم. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة، بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية. حفظ